مساء الخير. راح أعمل معكم إن شاء الله شكر باريه من الحلويات التركية، تشبه البيتي فور بس طعمها خيالي. صاحبة الوصفة تركية الأصل، أعطتني الطريقة بس أعطتني هي بمقادير خطيرة، فراح أوزن المقادير وأقول لكم عليها بعدين. المقادير أعطتني هي، تخيلوا بإيش، بملعقة الغرف مثلا، تقول لك واحدة ملعقة نشا، واحدة ملعقة عسل، أحلفي. فحاولت اني انا اوزن لكم المقادير بالكوب، بس بعد ما اخلصها واوزن المقادير مرة كويس راح انزل لكم هي ان شاء الله على الانستغرام. فندخل على المقادير. اول مكونات راح نحتاج لدقيق، زبدة طرية، ملح، فانيليا، نشا، بيكنج باودر، وبيضة، وعسل. اول شي راح نحط المواد الجافة على بعض، النشا على الدقيق والبيكنج باودر والملح. هنا في العجانة الكهربائية حطيت الزبدة والبيضة والفانيليا وراح اخلطهم كويس الين يتجانسوا. بعد ما خلطت الدقيق مع الزبدة راح اضيف العسل وارجع اخلط على سرعة عالية الين يصير عندي قوام كريمي. دحين راح اضيف المواد الجافة كلها على الزبدة واخلطها الين يصير عندي عجينة حلوة كده متماسكة. شوفوا كده قوامها هيكون تشبه عجينة الكوكيز. دحين راح نعملها كور ونرصها على ورق الزبدة في الصينية. عملتها كور متساوية بالحجم اللي انت تبغيه، بالشكل اللي انت تبغيه. بعدين بالسكينة من ظهر السكينة عملت لها بس كده شكل. الحين راح ادخلها الفرن، مسخنته من قبل نص ساعة على 180 درجة مئوية او 350 فهرنهايت من تحت بس لمدة 10 دقائق. بعد ما تتحمر من تحت تقريبا 10 دقائق اخذت لون مرة حلو من تحت، ماني قادرة اوريكم. دحين اوريكم كيف. شوفوا لونها من تحت زي كده، يفضل كمان اخف شوية. دحين راح افتح الشواية عشان تاخد لها تحميرة خفيفة من فوق. دحين خرجت الصينية من الفرن وهو حار، راح اسقيه بشيرة بحرارة الغرفة، شيرة عادية. الشيرة نحطها كده بسخاء الين تتشرب، القطع تتشرب كل الشيرة. بعدين راح ازينها بفستق مطحون وخلصنا.